الى جانبيه داخل منطقه الجزاء من خلال الهجوم الجيد لعناصر المنتخب الوطني المغربي. هذه عمليه هجوميه بقراوي، دخول داخل منطقه الجزاء، محاوله منتخب دومينيك الاولمبي. شوف هذه العمليه الهجوميه، هذه فرصه، محاوله، امكانيه تصويبه ولكن مباشره الى خارج الخط الخلفي للملعب. هذا طه يونس هو اللي قام بالتصويبه الماضيه. عصام الشرعي باش انه يخلص رفقه اللاعبين ديالو كل الكرات في عمليه من الجهه اليمنى. فرصه داخل منطقه الجزاء، هذه محاوله جيده تلعب بقراوي يانيس، تغيير كل الجهه اليمنى. هذه محاوله دخول داخل منطقه الجزاء، تصويب او تمريره ولكن كره في خط وسط، تمريره بهذا الشكل هذا اماميه، عمليه ديال الاختراق ولكن الحارس ما كان مناسب. كيبعد الكره مباشره التماس حارس مغربي، فرصه ديال التصويب، ما كانش التصويب، كتجي من هنا تصويبه في وهذه الكره من جرى عمليه منسقه بامكان استثمار هذه الكره في الخط الامامي داخل منطقه الجزاء. محاوله تصويبه كترتطم بالدفاع، هجمه مرتده مضاده لصالح منتخب دومينيك من الجهه اليمنى، كيحاولوا ما امكن انهم ينطلقوا بهذه السرعه ولكن مباشره انطلاقه واختراق ودخول داخل منطقه الجزاء. محاوله جميله، تصويبه، عمليه جيده من جانب بنيامين بوشواري. الطريقه ديال المراوغه ديالو، الاختراق داخل المنطقه، عنده ايضا القدره ديالو على انه يقوم بالمراوغه في المساحه الضيقه. وكنشوفوا الاعاده، عمليه ديال ملء الزاويه من جانب الوافي ايمن، كيرجعوا عناصر المنتخب الوطني المغربي. هذه محاوله وهدف، هذا هدف كيجي من جانب المنتخب ديال دومينيك. هذا هدف ممكن نقولوا بانه مفاجئ. لماذا؟ لانه المنتخب ديال دومينيك ما كانش ضاغط نهائيا في هذه الجوله الاولى، فالهدف كيجي من جانب اللاعب رقم 9 اللي هو انيغلو غوميز، اللي تمكن من استثمار الكره في الخط الامامي وتمكن من وضع غوميز يضع الكره في المرمى معلنا عن الهدف الاول في هذه المقابله. ولاحظوا الطريقه كيفاش انه استثمر الكره ديالو اللي جات بتمريره اماميه مطوله من جانب اللاعب اللي هو خصوص باوز، اللاعب اللي دخل كبديل في الشوط الاول. كرة داخل منطقة الجزاء، رأسية مباشرة. شوفوا هنا الطريقة ديال رفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء بهذا الشكل هذا، رأسية ديال المراوغة، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، كرة داخل منطقة الجزاء. محاولة، فرصة في اتجاه بقراوي، تمريرة جيدة مغربية، محاولة جيدة. يلعبون كما يشاءون في هكذا كرة جميلة، صويبة كانت جيدة من يونس طه، كان بامكانه انه يستثمرها ولكن مشات مقابله. لاحظوا هنا الطريقه اللي جات من خلالها هذه الكره، رفع الكره بهذا الشكل هذا، ثم صاحب التصويبه، كره تنفذ، تصويبه، صراحه جميله ديالو، كيفاش لعبها بكل ثقه بكل هدوء. الكل اعتقد على انه في المرمى لانه الثقه ديالو في النفس، التأطير ديالو الكره، التصويب ديالو كان في بناء العمليات الهجوميه. محاوله على مستوى الخط الامامي، دخول داخل منطقه الجزاء واللي الجهه اليمنى، البحث عن رفع هذه الكره داخل منطقه الجزاء، تمريره جانبيه، فرصه ديال الهدف، دخول داخل المنطقه في اخر المطاف للزاويه. لاحظوا هنا التمريره العرضيه الجانبيه، الخروج ديال الحارس، تمريره كان جيده لكن كانت اقرب الحارس اكثر من اللاعب. التمريره ديالو في الخط الامامي، بنيامين قام تمريره رائعه، كره داخل منطقه الجزاء، وحاول تمريره عرضيه ولو انه الحارس يلمسها يتغير المسار ديالها صوب المرمى. لاحظوا هنا تمريره وتصويبه في نفس الوقت. زكريا الوحدي وبالتي، كرة أمامية مغربية، محاولة إمكانية ديال الاختراق ودخول داخل منطقة الجزاء، فرصة أمين الوزاني في غياب التسلل، الطريقة ديالو على مستوى الخط الأمامي، اختراق. إذا كرة في الزاوية تنفذ داخل منطقة الجزاء، منتخب وطني المغربي أقرب التسجيل، ومرة أخرى زاوية لعناصر الفرص. كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، الرأسية تستثمر أم لا؟ عملية هجومية، تصويبة من جديد. هنا
من القيام بالعديد من المحاولات، آخرها لمست العارضة الأفقية. أمين الوزاني لاعب كانغوا الفرنسي اللي كان بإمكانه ينزل بهذا الشكل. هنا عملية هجومية، كرة في الخط الأمامي، دخول المنتخب الدومينيك، إبعاد الخطر من جانب الدفاع المطلوب الآن في هذه الكرة الأمامية، وتصدي ممتاز من جانب الحارس نجم الأقرب والتماس. وشوفوا هنا المراوغة اللي قام بها ديريك كوفاس. كرة فار الحارس أومري بيلو، تصويبة، هدف للمنتخب الوطني المغربي، هدف بطريقة جميلة، هدف من خلال كرة ثابتة كتجي لتستغل من الركنية أرضية، تصويبة في المحل ديالها من يانيس بقراوي نجم نجوم تولوز، ويضع الكرة بطريقة تنفيذ هذه الكرة بهذا الشكل هذا، ثم التصويب المباشر. طه يونس هو اللي قام بتنفيذ الركنية، والمستثمر لهذه الكرة فهو لاعب يانيس بقراوي كي يتمكن من تسجيل هدف ديال التعادل، هدف داخل كل مرمى. وهنالك تغطية من جانب أومري بيلو، ضاعت له، رجعت مغربية، فرصة تصويبة تاخذ وقت كثير. طه يونس لاحظوا هنا صوب الكرة ديالو مباشرة فوق المرمى. واحدة من المحاولات، واحدة من الفرص، يمين كيحافظ على الكرة ديالو، كيختار الجهة اليسرى، عملية هجومية، الانطلاقة من الجهة اليسرى، البحث على رفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، كما يتأتى من خلال هذه الكرة بقراوي. عملية هجومية، محاولة ديال التصويب، ولكن كرة مباشرة بين يدي الحارس ديلا كروز. كرة في الزاوية تنفذ داخل منطقة الجزاء، تحت الرأسية، هدف، هدف كيجيب إجابة رائعة من جانب محمد جواب. محمد جواب كيعطينا ما تحدثنا عنه منذ لحظات، هو أن المنتخب الوطني المغربي في هذه الجولة الثانية كيتمكن بعد التغييرات من إضافة الأهداف ومن إعطاء فرصة خاصة. لاحظوا الطريقة، الأسلوب اللي انطلق به اللاعب محمد جواب، انطلاقه على مستوى الخط الامامي والراسيه ديالو، اكمال الكره مباشره صوب المرمى، كيحاول يراوغ من جديد مغربيه، فرصه ديال التصويب، امكانيه التمريره في اتجاه امين الوزاني، ولكن في اخر المطاف تمريره في اتجاه امين الوزاني، في اتجاه بقراوي كينزل الكره ديالو، امين الوزاني عمليه ديال التصويب، تصويبه، ولكن هنالك مغربيه خارج القدم، انطلاقه هجوميه سريعه، محاوله ديال الاستثمار ديال العمليه الهجوميه بهذا الشكل، كره من امين وزن، انطلاقه تصويبه، جول، والهدف الثالث في مباراه اليوم. يفعل امين الوزاني ويضع الكره في المرمى. ثالث الاهداف المغربيه على بعد 3 دقائق من نهايه تفاصيل الوقت القانوني لمباراه اليوم. يبدو ان أومري بيلو الذي يبدو أن أمره قد اتضح بتلقيه ل3 أهداف كاملة في مباراة اليوم. أمين الوزاني يضع الكرة في المرمى، أمين الوزاني يعلن عن هدف بهذه الشاكلة وبهذه الطريقة، وبالتالي ثالث الأهداف. وكيلي كيلعب الكرة ديالو من جديد، دريوش شعيب تصويبة، كرة من جديد مغربية من وزني، ينطلق عملية الهجوم نحو الرابع قادم، الرابع للمنتخب الوطني المغربي. نعم لا كان المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا هنا واحدة من الفرص، واحدة من المحاولات، السلام عليكم متتبعي قناة بي إن ماروك، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. تمكن اليوم المنتخب الوطني المغربي للأولمبي من تحقيق الفوز على منتخب الدومينيك بثلاثية ل1، وقدمت العناصر الوطنية أداء رائع طيلة المباراة، خصوصا الجوهرة المغربية القادمة بقوة بنجامين بوشواري الذي قدم أداء جميل، وكانت تحركاته رائعة طيلة المقابلة، وكان فنان ومايسترو في خط الوسط بالنسبة لمنتخبنا الوطني.
إذا هذا كل ما كان في فيديو اليوم، شكرا لكم على المتابعة، تحياتي للجميع.